المجموعة الثانية هي خليط من مجموعتين، المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة، واحنا قاعدين جنبنا دلوقتي او اتنين قاعدين جنب بعض، فريقين متنافسين، بس احنا قاعدين حبايب دلوقتي طبعا مش هنعمل حاجة مع بعض يعني. الخناقات دي في الملعب ولا مفيش خناقات؟ الكابتن احمد جوهر رئيس النادي كان اول مهنئين لنادي النصر السنة اللي فاتت على صعودها للدوري الممتاز. جميل. المجموعة الثانية هتبدأ مبارياتها يوم الأحد 24/5. بيصعد في أو بيلعب في هذه المجموعة 6 فرق في 5 مباريات. الإنتاج الحربي والشرقية بيتواجهوا على استاد دمنهور. المريخ والسكة الحديد بيتواجهوا على استاد القوات البحرية في اسكندرية. والقناة والشرقية ايسترن كامباني. كابتن ابراهيم، يعني انتوا اول مباراه ليكوا هتكون مع السكه الحديد، فريق عنده خبره كبيره جدا. انتوا الاثنين هتواجهوا بعض في ارض محايده تماما، بعيده تماما عن ظروفكم الجغرافيه لكلا الناديين. ازاي بتستعدوا لهذه الدوره؟ ازاي بنستعد لهذه الدوره؟ يمكن احنا زي ما كنت قلت لحضرتك ان احنا مستعدين من بدايه الموسم. كويس. بس احنا دلوقتي يعني انت حاسب لعبك كله طول الموسم ده استعداد. انا بس يعني كان عندي امل ان احنا يبقى في دعم لينا، ان احنا مثلا نعمل معسكر زي معظم الانديه عامله معسكرات في اسكندريه. انا بتقابلني مشاكل كتير جدا زي الملاعب. طبعا انا اولا انا كنت قلت فكره الاعتراض، انا سمعنا انه الانديه اعترضت على الملعب الترتان. هل الكلام ده صحيح؟ اكيد. احنا مش عايزين، بس احنا بنشيد طبعا بمجهودات الاستاذ خالد كامل. احنا ما عندناش مشكله. الكابتن احمد جوهر نزل للعيبه وقال لهم احنا لو على اسفلت هنلعب، احنا ما عندناش مشكله مع اتحاد الكره اطلاقا. بس انا كان نفسي يعني اتحاد الكره الى حد ما يطبق مبدا الفير بلاي، ان انا هلعب 3 مباريات، انا الفرقه الوحيده اللي هلعب 3 مباريات على ملعب نجيل صناعي. يعني الموضوع صعب جدا، يمكن معظم لاعيبتنا ما لعبتش ابدا على نجيل صناعي. فان انا بس العب على نجيل صناعي ده، انا بتقابلني مشاكل كتير جدا. يقوم اتحاد الكره طبعا احنا اشتكينا، فاتحاد الكره شاكرا يعني قابل الشكوى بان هم خلاكوا برضه زي ما لا زود عدد يعني انتوا كنتوا ماتشين بقوا 3 3 مباريات على ملعب نجيل صناعي. دي مشكله كبيره بتقابلنا. المشكله الثانيه ان حضرتك كنت بتقول ان في 6 ايام فرق بين المباريات. حضرتك دي مش مشكله للناس اللي هي ماديا كويسه، مشكله لينا. معسكر كامل في اسكندريه معسكر كامل في اسكندريه او في دمنهور. امال انت هتعمل ايه؟ انا ربنا معايا. انت هتقعد هناك ولا هتروح وترجع؟ لا اكيد هروح وارجع. هو في مقابله بكره من الكابتن احمد جوهر والكابتن مرسي سرحان مع اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد. هو كان يمكن طبعا ادانا دعم من شهر ونص وسددنا بيه مستحقات اللاعبين. عندنا امل كبير ان هو الى حد ما، يعني احنا نفسنا يعني في معسكر في اسكندريه نقدر نستعد منه لمباراه دوره الترقي. بس يعني احنا بنمتاز عن معظم الفرق ان احنا في اي ظروف بنشتغل. لاعيبتنا رجاله كلنا واثقين فيهم، احنا كمجلس اداره كلنا مترابطين. انتوا دلوقتي بتلعبوا معسكر، عاملين معسكر ولا حاجه؟ لا اطلاقا، ولا تدريبات عاديه؟ ما عندكمش ملعب ترتان في بورسعيد او في القناه اللي حواليكم؟ عندنا ملعب ترتان ودلوقتي بنتمرن عليه. كويس. بس يعني حضرتك يعني لعيب الكوره اللي بيلعب على ملعب الترتان يعني الاصابات بتزيد، الركبه بتسخن، الانكل. عايز اقول لك حاجه، انه الساعه 4 واكيد برضو الكابتن محمد عارف الموضوع ده، الساعه 4 ده بقى عز الحر. ايوه يعني برضو درجه الحراره مع الترتان مع النجيل الصناعي دي مختلفه تماما عن النجيل الطبيعي يا كابتن محمد. يعني دي قصه مختلفه. انتوا برضو بتشتكوا من الموضوع ده؟ كنت انا شكيت من هذا الموضوع. اصل هو يعني مع احترامنا للجميع يعني نحترم اتحاد الكوره ولجنه المسابقات، هو من المفترض ان يكون في تخطيط مبدئي على اساس الملعب. السنه اللي فاتت احنا لعبنا في ابو قير ولعبنا في استاد اسكندريه واستاد دمنهور. الى حد ما كان افضل من الوضع الحالي. ليه؟ لان كان نجيل طبيعي. كانت المسافات، بس ابو قير بقى نجيل صناعي دلوقتي. وملعب ابو قير كويس جدا. يعني الملاعب انا مش عارف ليه ما اختاروهوش. يعني انتوا عايزين تختاروا، خلاص بلاش دمنهور. ايه اللي ودى الناس كلها دمنهور تتبادل سفر ساعه ونص؟ لما كنت خليتوها كلها في اسكندريه او كلها في البحيره، استاد الميه واستاد دمنهور. واستاد الميه ده ايه؟ من اروع استادات وجه بحر كله. ده ممتاز جدا. انا يعني برضه دي علامات عندي. ليه ما حدش صحيح؟ وسهل تامينه. يعني استاد الميه سهل تامينه. استاذ احمد استاذنك بس. اتفضل. هو المسافه ساعه ونص من القاهره، انما من بورسعيد
5 ساعات او 4 ساعات ونص. وانا كمان مش هقدر اعمل معسكر يعني عكس الفرق كلها تقدر. والشرقيه برضه عنده نفس المشكله برضه في المشوار. والشرقيه برضه نفس المشكله، بس لا يعني انت والشرقيه اكتر اتنين معاناه بالنسبه لكم الوصول لاسكندريه. اكتر اتنين معاناه طبعا.